زين، نذهب إلى روائع البارجيل. عاطلنا اليوم كلمة يرز. يرز، تعرفون شو اليرز؟ انتوا اللي في السيارة، الأطفال، اليرز. زين، لأنه يستخدم وفي مناطق معينة. يعني نقول لكم هي عصا. اليرز عصا يستخدمها أهل الجبال، وعصا غليظة على رأسها فاس صغير حديدي. زين، هذا يسمونه اليرز. ودشيت أنا على جوجل وحصلت أن من ماذا يصنع، يعني خاصة الأشجار اللي تصنع منها، مثل ما كاتبين في جوجل إذا حد يصلح لنا. في شجر يسمونه المزي والسدر والشحشح والشحش، الشحش. هذا في جوجل، لكن أنا سامع. وشد نشأت ريال كان شال يرز في يديه، قلت له من الشولة؟ قال هاي من السدر، من شجرة السدر اللي هي ثمارة يسمونه النبج، أو حد منهم بعد يقول النبق. كذي لازم فيها النبج. أظني موسمها الحين النبج. زين، وطبعا تستخدم قبل أن الواحد ترى ساير في الصحراء وفي الجبال، يعني فيتوكابه في بعض المناطق اللي قد يخاف أن يقع. وثانيا هي أهم شيء يعني الضواري والوحوش اللي كانت موجودة، أو ساعات مثلا شاف شيء قام بهذا اليرز، مثلا حصى طايحة أو شيء جلبها، عشان يمكن ما يكون تحت شيء من الدواب، أفعى أو شيء من هذا القبيل.